عايز اقول لكم ده كان مستواي من سنتين و4 شهور. كان وزني بيتحرك ما بين 82 84 كيلو، ده اقصى حاجه لو خدت تشيت ميل. تفتكروا هرجع للمستوى ده تاني وهرجع في قد ايه؟ المستوى ده انا كنت عامله في تقريبا في 8 شهور، بس طبعا مش طبيعي اكيد. تفتكروا هقدر ارجع تاني؟ بص، هو مفيش حل غير ان انا اورط نفسي. انا بقالي سنتين و4 شهور ما دخلت الجيم، ويوم ما اخدت القرار سنة 2023 هرجع واستقر واستمر تاني وارجع للرياضة، رحت اشتركت وما رحتش في 12 شهر 30 40 يوم على بعض. نفس الكلام في سنة 2024 اشتركت وما رحتش خالص. فبقالي سنتين و4 شهور منقطع. بصراحة السنتين دول يعني اكتئاب وكسل، طبعا كله بسبب تراكم المسؤوليات عليا، البيت والحمد لله رب العالمين الاطفال. فكل ده كان بياخد من شغفي. في البداية قلت الحياة هتمشي. بقالي سنتين كل حاجة في حياتي باظت، الانضباط، النفسية صفر، داون، مفيش نفسية، في النازل على طول. الاكتئاب دايما بحس بهجماته عليا، وما بحبش ان انا ألجأ لأدوية الاكتئاب، بسبب ان انا يعني خدت فترة من حياتي حاجة اسمها سيبرا برو، حاسس ان هو كان مؤثر على الكيمياء بتاعت دماغي. فعايز اورط نفسي واصور ديلي فلوج، اللي هو انا لازم كل يوم الناس تسألني فين الفلوج بتاع النهارده. نفسي اعمل كده. فحسيت لما الزم نفسي بمحتوى واخلي الناس تعمل زيي، ممكن في ناس كتير تبدأ تاخد الخطوة معايا، ممكن ده يخليني احس بالالتزام وهيخليني انزل الجيم كل يوم. فاتمنى ان شاء الله ان انتوا تشجعوني على حاجة زي دي بجد، لان احنا كرجالة الحياة بتاعتنا والله العظيم صعبة، حياة مسؤوليات. بس الحاجة الوحيدة اللي بنفرغ فيها طاقتنا هي الجيم، لان الجيم اثاره الايجابية كتير جدا. تحسن شكلك، شكل جسمك، شكل وشك، ما بيبينش عليك سنك، دي كفاية. بالنسبة للمصاريف اللي بتحب تصرفها، تصرف في السبلمنت، في السبورتس وير، اللبس الرياضي، الحاجات دي كلها يعني. فهو الجيم الحاجة الوحيدة المخرج. حاولت في السنتين اللي فاتوا دول، لقيت ان كل حاجة راحة للأكل، وأكل كله بجد آثاره السلبية كتير جدا على شكلي وجسمي ووزني وطريقة لبسي وطريقة نومي. يعني يا ريت الأكل كان حاجة خلتني أبسط، لا، كان آثاره السلبية كتير عليا جدا. فلا، أنا أرجع للجيم تاني وأشقى تاني وأتعب تاني، ده أفضل من حاجات كتير أوي. وهنعمل حادثة. سوري، نزلت بس بسرعة كده أجيب مشروب الكوفي بتاعي. وطبعا انا ما بشربش الكابتشينو او اللاتيه بالحليب العادي، ده بجيب الموند ميلك او كوكونات ميلك، يعني حليب لوز وحليب جوز الهند، لاني بقيت من الناس اللي بيحصل لها مشاكل من الحليب غير طبيعيه، حبوب بقى والتهابات ومشاكل في المعده ومشاكل في القولون، فمنعته خالص. النهارده لسه ما بداتش اخد اي حاجه، لا بري ورك اوت ولا اي حاجه خالص خالص لسه. المهم بس اطلع، ولو عرفت اصور لكم اي حاجه انا هتمرنها هصور. دفعت الاشتراك يا جماعة خلاص، يلا نديها كارديو. 5 انكلاين على سرعة 3. استعنا على الشقة بالله، السرعة ما بتعلاش. ايوه كده. الحمد لله خلصنا اول يوم. النهارده لعبت كارديو وشوية كده ايه جنرال، يعني زي ايام زمان لما كنا نقول اول يوم في الجيم ده جنرال. بصراحة اعراض غريبة، دوخة ورعشة. حاسس ان انا من الدقيقة 40 كده بدأت خلاص يعني احتضر، بس الحمد لله يعني كملت 60 دقيقة بالظبط. وان شاء الله نستمر ونعمل حاجة كويسة بتشجيعكم ان شاء الله. وهستمر انا على الديلي فلوج دي بإذن الله، بإذن الله هستمر عليها.